خلينا نخش على تشكيل النادي الاهلي الرسمي. خلاص قائمه النادي الاهلي في كاس العالم، وعايزكم بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه افضل تشكيل انت شايف ان الاهلي ممكن يلعب بيه الماتش بتاع باتشوكا او يشارك بيه في كاس العالم. نبدا باول مركز معانا، هو مركز حراسه المرمى. في حراسه المرمى عندنا محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، وسيحه. في خط الدفاع عندنا ياسر ابراهيم، عندنا مصطفى العش، عندنا اشرف داري، عندنا احمد رمضان بيكهام، عندنا كريم الدبيس، عندنا احمد نبيل كوكا، وعندنا احمد رمضان بيكهام اللي بنقول له الحمد لله على السلامه. هو احمد رمضان بيكهام احنا بنجيبه نقعده سنه وبعد كده نطلعه عرى موسم وبعد كده نبيعه وبعد كده نجيبه نقعده سنه، فيعني اهو موجود يعني بديل لمحمد محمد هاني وخلاص. طيب عمر كمال تقريبا ما دخلش التشكيل، يعني هبقى اتاكد بس غالبا هو مش في التشكيل واكيد مش هيلعب بمستواه ده. خط الوسط بقى عندك مروان عطيه، عندك اليو ديانج، عندك حمدي فتحي، عندك محمد علي بن رمضان، عندك امام عاشور، عندك محمد مجدي قفشه. خط الهجوم بقى، خط الهجوم بقى والسمسميه، يعني ما اعرفش انا نسيت اقول حمدي فتحي ولا لا، بس يعني حمدي فتحي. خط الهجوم بقى عندك اسامه ابو علي، عندك جراديشار، عندك طاهر محمد طاهر، عندك حسين الشحات، عندك بن شرقي، وعندك تريزيجيه، وعندك احمد السيد زيزو. اختاروا التشكيل المناسب ويا ريت تكتبوه في الكومنتات.